اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أهدانا مرحبا قسمناها نصفين، حذفنا المر ووهبنا حبا، فنحن في أعين من يحبوننا الأجمل على الإطلاق، والأنسب على الدوام، والأطيب والأحن بلا أدنى مقارنات. أما الذين خذلوا مودتنا فلا عيونهم نريد، ولسنا في قربهم لنا حاجة، ولا جمعنا الله بهم أبدا إن كان صدفة أو وسط طريق. سلاما على الراحلين، سلاما على الراحلين إلينا بكل محبة، والداخلين إلى أرواحنا من دون دعوة، دعوة المحبين لنا من غير نفع، والراغبين في قربنا بكل ود. أما بعد، سلاما سلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسكت، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون إلا بلسما حضورهم حب وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل داخلنا فنخضر ونورق ونزدهر. إن أجمل الأشياء في العالم لا يمكن رؤيتها أو حتى لمسها، بل يجب الشعور بها بقلبك. هناك مشاعر لا تصفها الكلمات، ولكنك ستطلق عليها اسم من أعطاك إياها. جاءت في الوقت المناسب تماما، وهذا هو سر تميزها وما جعلها لا تنسى. من ربط على كتفك وقت تخلى عنك الجميع، من لم يغادرك وقت عصبيتك، من هون عليك مصابك، من تحملك في أسوأ حالاتك، من امتلأ سعادة لسعادتك، من كان بروحه قبل جسده معك. جميلة تلك المشاعر، والأجمل أن تكون أنت صاحبها. العائدون بعد فوات الأوان ليتهم لا يعودون أبدا. أغبياء هم حين يظنون أن الثقة المكسورة قد تتجدد بوعد ملون بوعود مزيفة منهم، وإن كلمة منهم ستعيدنا إلى الفصل الأول من الحكاية، ستعيدنا إلى العمر الأخضر الذي أشعلوا فيه المحرقة، إلى الطريق الذي أفلته فيه أيدينا وسط صقيع البرد، ومضوا بعيدا زماننا الذي كان ولا. زمن أشياءنا البيضاء انتهى، وأحلامنا التي رسمناها تلاشت. أغبياء قد يملكون قدرة العودة، لكنهم أبدا لا يملكون إعادة الزمان، إعادة التفاصيل السابقة. لا تعودوا أيها الغائبون، فعودتكم ناقصة الفرح. فات أوان الشعور، فات أوان اللهفة، وأوان كل شيء. تعود ألا تتحمل شيئا تكرهه، ولا تقدس شيئا في الحياة، ولا تبالغ في اهتمامك، فكل شيء له وجه آخر لا تراه، وكل شيء ماض إلى زوال. الأشياء ترحل والنفوس تتغير. لا تكلف نفسك فوق طاقتها، فمن يتهاون في حق نفسه يدفع الثمن غاليا من حريته وصحته. تعامل مع معطيات الحياة بوسطية، وأعطي كل ذي حق حقه. واجه بأدب وانصرف بذكاء. تجاوز كل شيء واكسب نفسك، وتعود ألا تتحمل شيئا تكرهه. كلما مضى بك الزمن ستدرك أن المرونة ركيزة
ركيزة أساسية لتحيا بهناء وسلام، وأن لا شيء يستحق أن يعكر صفو لحظاتك الثمينة، وأن إعطاء كل شيء حجمه الحقيقي يحفظك عن الكثير من الشقاء، وأن الأمور قد تكبر أو تصغر وفقا لتقييمك وتعاملك، فاختار لنفسك ما تشاء وتعلم إن مات فيك حلم فما زال في رحم الأيام أحلام في مهدها تنتظر أن يوقظها من سباتها الأمل، فأنت ما زلت هنا، ما زلت على قيد الحياة، وما زال بالقلب نبض، فلا تبخل عليه بما جاد به عليك الله. الجمال الحقيقي هو جمال الشخصية وحلاوة الروح وطهارة النفس الفياضة بالرحمة والمودة والحنان والأمومة، هي النفس الجميلة، النفس العفيفة. والعفة درجات، عفة اللسان وعفة اليد وعفة القلب وعفة الخيال، كلها درجات جمال. والخلق الطيب الحميد، والطبع الصبور الحليم المتسامح، والفطرة الصريحة البسيطة، والروح الشفافة الحساسة، كل هذه ملامح الجمال الحقيقي. فالجمال الحقيقي هو جمال الشخصية. هناك من يحبك سرا ولم تسعفه الكلمات ليخبرك، هناك من يرفق اسمك في كل دعاء وفي كل صلاة، هناك من يتمنى أن يصبح مثلك ويحاول جاهدا لذلك، هناك من يكتب عنك بطريقة مبهرة، هناك من يراقب تفاصيلك الصغيرة التي لا تلقي أنت لها بالا، هناك من ينظر لك نظرة فخر وكأنك كل انتصاراته، ثق بأن ما خفي كان أعظم. نعم، أخطأنا كثيرا، وهناك أشياء ندمنا على فعلها، ولكن نتعلم ونعتذر ونتغير. لسنا بلا عيوب ولا أخطاء، فلا زلنا تحت مسمى إنسان. علمتني الحياة أن لا أطلب من الأشواك أن تفوح بالعطر، ولا أطلب من فاقد الإحساس أن يهتم بالشعور. علمتني الحياة أن لا أتعلق بشيء، فكلنا ذاهبون، وإن أحببت أحب بصمت، فلا داعي للجنون، وأن لا أتحدث عن كرهي للبعض، فربما في داخلهم حبا في القلب يخفقون. فما الحياة سوى مطار فيه القادمون ومنه المغادرون.